اهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناة فلامينيو. معكم كالعادة وسيم فلام. نعرفكم فديتوا شوية من الانترو، تحفوني محلاها ونحبها، وتحية لصديقي اللي عملها نور. اما تحس عام ونص برشا، لازمتها تتبدل. انا اختصاصي والله، ولو انه مش نحكي شوية، اما يلا ميسالش، ها موش هارب موضوع المنتخبات التي لم يعد لها وجود. اختصاصي ديما هو تقديم وتحضير. هذا اختصاصك ومن غير ما تبالغ. يعني تعطيني سوجي نقعد نلوج عليه نهار نهارين، حتى جمعة كاملة انا نلوج، حتى لو انه تحكى عليه نقعد انا نلوج ونحاول نجيب معلومات جديدة. منتخبات بح ما عادش فما. انتهت إلى أبد الآبدين. جات كورت لاسباب مختلفة، ما عادش فما خلنا. اذا موضوع اليوم اللي هو منتخبات لم يعد لها وجود، شنو معناه؟ معناها لاسباب سياسية او غيرها البلدان هذيك ما عادش موجودة، لكن منتخباتها خلات اثر، خلات تراث، وخلاتنا نحكيو عليه. اول منتخب باش نحكي عليه باش يرجع بينا لثالث نسخه من المونديال عام 1938. المونديال هذا كما تعرفوا نظمته فرنسا، شهد مشاركة منتخب الأول وآخر مرة اسمه منتخب جزر الهند الشرقية الهولندية. اي نعم، اسمه هكا اللي شارك به، منتخب جزر الهند الشرقية الهولندية، اللي حاليا اسمها اندونيسيا. المنتخب هذا لعب لقاء وحيد، هزيمة 6-0 ضد المجر وروح. المنتخب الثاني اللي باش نحكي عليه منتخب محترم، اللي هو منتخب الاتحاد السوفيتي وما أدراك. المنتخب السوفيتي من أفضل النتائج في المونديال، هو المركز الرابع في نسخة 1966 في إنجلترا، وكان له آخر ظهور مونديال إيطاليا 1990 قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. وعلى فكرة المنتخب السوفيتي كان تأهل ل7 مونديالات: 58 62 66 70 82 86، وكما كنت نقول آخر مونديال إيطاليا 90. فاز بالأولمبياد سنوات 56 و 88، وكان فاز باليورو سنة 60. وفي النهائي فاز وقت على يوغوسلافيا 2-1 في اليورو اللي نظمته فرنسا. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي كل الألقاب والإنجازات أعطتهم الفيفا المنتخب الروسي. نعم. نجيو الآن المنتخب الجزائر، نظريا عنده نفس الحدود مع الكونغو الديمقراطية اليوم، لكن بالطبيعة كان عندها علم مختلف وتحت نظام ديكتاتوري عسكري بين 71 و 97. الجزائر كان أول منتخب إفريقي جنوب الصحراء يتأهل كأس العالم، وكان ذلك سنة 74، وكان الأخير في مجموعته. نجيو الآن المنتخب آخر عريق لم يعد له وجود للأسف، اللي هو منتخب يوغوسلافيا، اللي كان مونديال فرنسا 98 آخر مونديال ليه، وكان شارك كذلك في أول نسخة من المونديال عام 1930، وكان وصيف في اليورو 60 كما كنت نحكي ضد الاتحاد السوفيتي، 68 في إيطاليا ضد المنظم، ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية 1960، ومسجل باسمه ثاني أعرض انتصار في تاريخ المونديال سنة 1974 ضد منتخب الجزائر 9-0. وتفككت يوغوسلافيا لأكثر من دولة على مدى التاريخ: صربيا، الجبل الأسود، كرواتيا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا وكوسوفو. وللإشارة في مونديال 1930 حققوا المفاجأة وفازوا على البرازيل 2-1 ووصلوا لدور النصف النهائي. مونديال 62 كذلك ووصلوا لدور النصف النهائي وخسروا أمام تشيكوسلوفاكيا. عام 92 خلال الحرب اليوغوسلافية تم إيقاف المنتخب من المنافسات الدولية كجزء من عقوبات الأمم المتحدة. الفيفا وكذلك اليوفا حولوا إنجازات يوغوسلافيا الكل إلى المنتخب الصربي. في مونديال ألمانيا 2006 تأهل منتخب صربيا مونتينيغرو. صربيا والجبل الأسود هو اللي تأهل للمونديال، وقبل المونديال بشوية الجبل الأسود مونتينيغرو أعلنت استقلالها على صربيا، ورغم هذا لعب منتخب صربيا مونتينيغرو اسمه، يعني تقريبا منتخب بلاد مش موجودة، هو اللي شارك في المونديال. وحتى اثناء عزف النشيد تم عزف نشيد صربيا ومونتينيغرو. نجيو الان المونديال 74 اللي شهد لقاء تاريخي. مونديال المانيا شهد لقاء بين المانيا والمانيا، يعني لقاء بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، اللي الاثنين ما عادش عندهم وجود بحكم انهم توحدوا. نعرفوا كلنا اللي المانيا كانت منقسمه بعد الحرب العالميه الثانيه.
ألمانيا الشرقية اللي أفضل أداء لها وأفضل إنجاز كان الدور الثاني في مونديال 74 اللي كنت نحكي عليه، وكان السنة الوحيدة اللي تأهلت فيها للمونديال، على عكس ألمانيا الغربية اللي فازت باللقب 3 مرات 54 74 و90، وخسر النهائي كذلك 3 مرات 66 82 و86. وفي 3 أكتوبر 1990 ألمانيا توحدت، والفيفا حولت كل إنجازات ألمانيا الغربية إلى منتخب ألمانيا الحالي. نجيو الآن المنتخب آخر لم يعد له وجود، اللي هو منتخب تشيكوسلوفاكيا، اللي آخر ظهور ليه حتى هو في مونديال إيطاليا 90. منتخب تشيكوسلوفاكيا كاد انه يفوز بكأس العالم عام 34 وكذلك 62 وقت اللي وصل للنهائي. عام 34 في الفينال كانوا متقدمين 1-0 لحد دقيقة 81، لكن الطليان رجعوا وقلبوا نتيجة 2-1 وفازوا بالكاس. النهائي 62 كانت تشيكوسلوفاكيا متقدمة 1-0 على البرازيل، لكن فيما بعد قبلت 3 أهداف وينتهي النهائي 3-1 للبرازيليين. يورو 76 فازوا بالكاس في يوغوسلافيا. اليورو هذاك او النهائي هذاك اللي مشهور بضربة الجزاء بانينكا. ويورو 96 في انجلترا المنتخب اللي وصل للنهائي هو منتخب التشيك، لانه التشيك وسلوفاكيا انفصلوا سنة 1993. المهم ان شاء الله عجبتكم حلقة اليوم، ما تنساوش كالعادة باش تبارتاجيو الفيديو، وما تنساوش خاصة باش تعملوا فولو للقناة. نعم فولو وتفعيل الجرس ما غير ما نوصيكم. والى اللقاء الى فيديو قادم، بسلامة.